أهلا بكم. اليوم حنتكلم في موضوع هو أشبه بزلزال صامت بهز أساس مجتمعاتنا. فعلا موضوع حساس ويمكن بيلمس كل بيت تقريبا. تماما. عندنا مجموعة من الشهادات والتحليلات عن تفكك مؤسسة الزواج تحديدا في العراق ولبنان، وخليني أبدأ بالرقم اللي بصراحة صعقني أول ما قريته. وهو رقم يستدعي وقفة طويلة فعلا. جدا. إحدى الدراسات اللي وردت في مصادرنا بتقول إنه نسبة ما يسمى بالعنوسة وصلت إلى 86%. 86؟ أيوة، 86%. يعني لازم نستوعب الرقم ده مش مجرد إحصائية، ده كأنه انهيار اجتماعي شامل. يعني أكثر من 3/4 الشابات حسب التصنيف ده غير متزوجات. بالضبط. فمهمتنا اليوم هي إن نغوص في عمق الظاهرة دي ونحاول نفهم إيه اللي بيحصل بجد، إيه اللي وصلنا لأزمة الثقة الخانقة دي. وأعتقد نقطة البداية الصح قبل حتى ما نحلل الأسباب هي إن نفكك الرقم ده نفسه. إزاي؟ يعني شوف، مصطلح عانس بحد ذاته مش بريء، دي كلمة محملة بأحكام اجتماعية قاسية جداً. صحيح. فمجرد استخدامها في دراسة إحصائية بيقول لنا كتير عن العقلية اللي بتشوف المرأة غير المتزوجة كمشكلة لازم نحصيها، مش كإنسانة ليها اختياراتها. يعني التسمية نفسها جزء من المشكلة. أكيد. التصنيف ده بيأثر على نفسيتها ونظرة المجتمع ليها، وبيحول خيار شخصي لوصمة. دي نقطة مهمة جدا. بس حتى لو سيبنا التسميات على جنب، الأرقام سواء كانت 86 أو حتى 70% زي ما بتقول تقديرات تانية في العراق بتفضل أرقام مقلقة جدا. مقلقة جدا. وده بيخلينا نسأل مباشرة، ليه؟ إيه اللي بيخلي الشباب والرجال تحديدا زي ما المصادر بتقول يترددوا بالشكل ده؟ وهنا بتبدأ القصة تتعقد. أول سهم المصادر بتوجهه هو للعالم الافتراضي. للشاشات اللي عايشين فيها، السوشيال ميديا. بالظبط. في اقتباس لافت في شهادة بتقول إن كثير من النساء تتصور إن فارس أحلامها هينتظرها بسبب كثرة المتابعين وكثرة العروض. ودي بتخلق سقف توقعات خيالي. تماما. والمثير هنا إنها مش بس توقعات، دي إعادة برمجة لمفهوم الشريك المثالي. السوشيال ميديا بتقدم لنا نسخة مفلترة ومحسنة من كل حاجة، من الحياة، من الحب. فبيصير البحث عن شريك أشبه بالتسوق. بالظبط، كأنك بتتسوقي في متجر عالمي خياراته لا نهائية. والنتيجة النفسية لده هي حاجة اسمها شلل الاختيار. شلل الاختيار؟ أيوة، لما يكون قدامك كمية خيارات أفضل محتملة بيبقى صعب جدا تلتزمي باختيار واحد واقعي قدامك بكل عيوبه ومميزاته. بس هل ده بيأثر على النساء بس؟ يعني الرجال مش بيقعوا في نفس الفخ ده؟ طبعا بيقعوا، أكيد. المشكلة هنا مش في جنس معين، هي ظاهرة تسليع العلاقات، وكله بقى بيدور على المنتج الأفضل. صح. لكن المصادر بتركز على تأثيره على توقعات المرأة، لأن التبعات الاجتماعية للزواج تاريخياً بتضع عبء مادي أكبر على الرجل عشان يلبي التوقعات دي. وده بياخدنا للنقطة التانية والأعمق. الخوف. الخوف مش الخوف من الارتباط، لا، الخوف من اللي بيجي بعده لو فشل. الخوف من الطلاق. تماماً. والمصادر بتلخص الرعب ده في نقطتين واضحين. الأولى الهاجس المالي، النفقة. الخوف من النفقة. وده مش مجرد كلمة قانونية. لا طبعاً. بالنسبة لشباب كتير، النفقة دي معناها التزام مالي ممكن يستمر سنين طويلة بعد الانفصال، وبيحسوا إنه ممكن يستنزف قدراتهم على بناء حياة جديدة. كأنها عقوبة مالية قاسية على الفشل. والنقطة التانية واللي حسيتها مؤلمة أكتر هي الحرمان من الأولاد. في جملة قوية جدا في مصدر بتقول إن مئات الآلاف من العراقيين حالياً لا يستطيعون رؤية أبنائهم، والسبب هو رفض الأمهات لحق المشاهدة. وهنا بننتقل من التحليل الاجتماعي للمأساة الإنسانية. فعلاً. حق المشاهدة هو حق الأب القانوني يشوف أولاده. فلما تقرأ الشهادات اللي بتوصف إزاي الحق ده بيتحول لساحة معركة، بتدرك حجم انهيار الثقة. الأولاد بيتحولوا للسلاح. بالظبط، ورقة ضغط وسلاح للعقاب في الصراع بين الزوجين. العلاقة الأسرية اللي المفروض تكون مكان آمن بتصير منطقة حرب، والأطفال هم الضحايا. والتبعات على المدى الطويل كارثية. انتي مش بس بتدمري علاقة الأب بأولاده، انتي بتزرعي في نفوس الأطفال دول برح عميق، انعدام أمان، تشكيك في فكرة الأسرة نفسها. فبينشأ جيل شايف العلاقة بين الرجل والمرأة كصراع. صراع صفري مش شراكة. وده بيفسر ليه شاب ممكن يشوف القصص دي حواليه في عيلته أو بين أصحابه ويقرر إن العزوبية بكل وحدتها أأمن،
من إنه يخوض المخاطرة دي. إذن دي مخاوف الرجل، عالم افتراضي بيرفع التوقعات وواقع طلاق مرعب بيفقده فلوسه وأولاده. بس القصة طبعا مش من طرف واحد، أبداً. والمدهش في المصادر هو الصورة المعقدة والمحيرة كمان لوجهة نظر المرأة. والتناقض ده هو مفتاح فهم الأزمة. خلينا نبدأ بالوجهة التقليدية. سمعنا شهادة سيدة كان موقفها من الزواج صارم جدا. هي شايفة إن الزواج التزام أبدي بينتهي بالموت وبس، ولخصت فلسفتها في جملة واحدة: بعد زوجي خلص على القبر. رافضة تماماً فكرة الزواج مرة تانية؟ تماماً، وده بيعكس تقديس شبه ديني للرابطة الزوجية. ودي مش مجرد وجهة نظر فردية، دي بتمثل إرث ثقافي وقيمي كامل. الزواج كان مشروع حياة لا رجعة فيه، مبني على التضحية والصبر. هوية المرأة مرتبطة بالزواج. بالضبط، الزواج مش عقد، الزواج مصير. طيب، المفاجأة بقى إن نفس السيدة دي اللي بتحمل كل الإرث ده هي اللي وجهت نقد حاد جدا لظاهرة تانية خالص. اللي هي؟ أشارت إن بعض النساء في رأيها بيلجأوا للطلاق كأنه بيزنس، وسيلة عشان ياخدوا مكاسب مادية، وتحديدا النفقة. ووصفت التصرف ده بكلمة واحدة: عيب. سبحان الله. إزاي نفهم التناقض ده؟ أعتقد الغلط إننا نفسره على إنه نفاق. التناقض ده مش نفاق، ده انعكاس لتمزق المجتمع كله عايشه. تمزق إزاي يعني؟ يعني من ناحية لسه في جذور عميقة للقيم التقليدية اللي الست دي بتمثلها، ومن ناحية تانية في واقع اقتصادي واجتماعي جديد وقاسي بيدفع الناس لتصرفات مختلفة تماماً. يعني السلوك اللي وصفته بالعرب ممكن يكون رد فعل الواقع صعب؟ ده احتمال قوي جداً. لما شبكات الأمان الاجتماعية التقليدية زي العيلة الكبيرة تنهار والضغوط الاقتصادية تزيد، ممكن المرأة تلجأ للأدوات القانونية المتاحة ليها عشان تعيش. كوسيلة للبقاء. بالظبط. اللي السيدة الأولى بتشوفه عيب، ممكن امرأة تانية تشوفه حق، والوسيلة الوحيدة عشان تضمن لقمة العيش ليها ولأولادها. الصراع هنا مش بين خير وشر، الصراع بين منظومة قيم قديمة ومنظومة واقع اقتصادي جديد. فهمت. الصورة كده بقت أعقد بكتير جداً. عندنا رجالة بيخافوا من الارتباط عشان التوقعات والعواقب المدمرة، ونساء بيتأرجحوا بين تقديس الزواج وبين استخدامه كوسيلة أمان مادي. لما تحط كل المكونات المتفجرة دي مع بعض، إيه بتكون النتيجة على المجتمع؟ النتيجة هي اللي شفناها في مقطع الجدال الحاد اللي ورد في المصادر، الصراخ والخناق ده. كان مشهد صعب. الجدال ده ما كانش مجرد خلاف شخصي، ده كان تجسيد علني للصراع المجتمعي ده. الألم الخاص بتاع الأسرة فاض وبقى مشهد عام. وكأن الكل محبوس في النص، لا عارفين يرجعوا للنموذج القديم ولا واثقين في أي نموذج جديد. ده توصيف دقيق جدا. المشهد اللي بترسمه المصادر دي هو صدام عنيف بين 3 عوالم، اللي هم عالم الحداثة الرقمية بتوقعاته اللانهائية، وعالم التقانيد بقيمه اللي ما بقتش مناسبة للواقع، وعالم الواقع المادي والقانون البارد بتاع الطلاق. والنتيجة النهائية لكل ده هي تآكل الثقة. الثقة في كل حاجة ليها علاقة بالعلاقة. أيوة، الثقة بين الرجل والمرأة، الثقة في إن شريكك مش هيتخلى عنك، الثقة في إن القانون هينصفك، الثقة في مؤسسة الزواج نفسها. ولما جيل كامل يشوف الانهيار ده بيحصل قدامه، الاستنتاج المنطقي بيبقى إن الانسحاب هو الخيار الأحكم. العزوف عن الزواج ما بيبقاش أنانية، بيبقى آلية دفاعية عشان تحمي نفسك. وده بيرجعنا تاني للإحصائية المخيفة اللي بدأنا بيها. إذن لو حبينا نلخص خيوط القصة المعقدة دي، بدأنا برقم صادم واتضح إنه مؤشر لأزمة أعمق. صحيح. وبعدين غوصنا في مخاوف الرجل، السوشيال ميديا والرعب من تبعات الطلاق المالية والعاطفية، خصوصاً فقدان الأولاد. وقابلنا ده بالصورة المتناقضة للمرأة، اللي هي عالقة بين تقديس الزواج كالتزام أبدي وبين واقع اقتصادي ممكن يدفعها لاستغلال قوانينه. وفي الآخر كل التوترات دي بتتجمع عشان تخلق شرخ عميق في نسيج المجتمع، وتآكل الثقة في مؤسسة الأسرة كلها. بالظبط. دي هي الصورة القاتمة اللي بتقدمها لنا المصادر، صورة مجتمع واقف عنده مفترق طرق حاسم ومش متأكد يمشي في أي طريق. وده بيسيبنا مع سؤال أخير مفتوح للتفكير. بالتأكيد، لو بصينا للصورة الكبيرة،
المصادر دي بتعرض لنا صراع وجودي بين رغباتنا الفردية الطبيعية زي الحب والأمان وبين الهياكل الاجتماعية والقانونية اللي المفروض تنظمها، لكنها بدل كده بقت بتعقدها. والسؤال هو السؤال اللي بيتساب لنا كلنا هو: لما التكنولوجيا والضغوط الاقتصادية تكشف كل نقط الضعف في إطار الزواج التقليدي وتخليه يبان كخيار محفوف بالمخاطر، إيه اللي هيحل محله؟ هل إحنا رايحين لنماذج جديدة من الشراكات يمكن تكون مرنة أكتر بس أقل عمق، ولا النتيجة هتكون مزيد من العزلة والتفكك؟ المصادر مش بتقدم إجابة، لكنها بتدق جرس إنذار إن المسار الحالي بيودينا لمستقبل مقلق لسه ملامحه متكونتش بالكامل.